الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى يعني حتى ليس مرأة كمن سمع، إن شاء الله تعالى حتى تروا بالصوت والصورة واقعا نعيشه ونحياه قد تفشى وانتشر، لا أقول في بلد من البلدان الإسلامية بل في جميع البلدان الإسلامية إلا من رحم الله عز وجل. وهذا ما يعرف بعبدة الشيطان. هذه المنظومة وهذه الجمعيات التي تأتي يعني تصدر أموالا كثيرة من بلدان كافرة إلى جمعيات إسلامية أو أصحابها يتكلمون بلسان عربي مبين وآباؤهم وأجدادهم مسلمون أبا عن جد، لكن أبوا إلا أن يصدوهم عن الإسلام بهذه الجمعيات وبهذه الأفكار والمنظومات، حيث يصير هذه الجمعية تعنى برعاية من لدن جمعيات أخرى شرقية وغربية كافرة تأتي لهم بالأموال الكثيرة، وما ذلك إلا ليصدوا الشباب عن سبيل الله عز وجل، تارة بالهيب هوب وتارة بالراب وتارة بالفكر الإلحادي اللاديني وتارة بالعلماني وتارة بالليبرالي، تارة بالاشتراكي وتارة بالماسوني وهذه أو اليهودي. وهذا ما نراه الآن رأي عين. معظم الشباب إلا من رحم الله تراه يعني يضع على عنقه هذه الإشارات، وهذه الإشارات كلها تخدم بني صهيون وتخدم منظومة يهودية، لكن الشباب لا يدرون الهدف من وراء هذا، بل إن هذه الرموز تعدت هذا حتى يعني صدروها لأبنائنا الصغار عبر الرسوم المتحركة وعبر أفلام الكرتون. ترى هذه في أفلام كثيرة للكرتون، وتراها في إشارات دولية، وتراها كذلك في شركات كبيرة، وتراها في محافل دولية، وهي رموز لعبدة الشيطان ورموز للماسونية الذين يريدون أن يحكموا العالم. انظروا، هذه أتى بها الجان ونراها كثير عند الشباب. لاحظوا معي هذا الرمز جمجمة وعليها الرمز الماسوني، هذه النجمة والدائرة التي يعنون بها لن يدخل أحد ولن يقتحم أحد أسرار الماسونية. لاحظوا معي كذلك هذه كذلك جمجمة، هذه جمجمة. لاحظوا معها الرمز الذي بالأعلى، الحلق والدوائر التي بالأعلى لها رموز، وترونها كذلك على بعض علامات السيارات الدولية، وهذه لأن الماسونية يريدون أن يحكموا جميع الماركات وجميع الشركات الكبرى ينسبونها إليهم حتى يرى الناس أن فيها القوة وفيها الضخامة وفيها العزة، وحتى تتحالف معهم شياطين الإنس والجن ويتمنون رضاهم. لاحظوا معي هذا. إذا رأينا من خلف، لاحظوا معي بارك الله فيكم، من خلف هو رمز للدولار ومعه الصليب من فوق ولاحظوا هكذا، هذه حقيقته، لكن خلف يرمز لهذا. فحتى هذا الرمز الذي نراه، الرموز كلها لها دلالات، لاحظوا معي هكذا كيف يتضح، وإذا نظرنا إليه من خلف تتضح الحقيقة، كما هو مكتوب على كوكاكولا لا مكة لا محمد، وعلى فورد لا محمد، وهذه الأشياء التي إذا ما عكست الصورة اتضحت لك الحقيقة. طيب، لاحظوا معي كذلك هذه، لاحظوا معي هذه، وهذا تحالف، وهنا تظهر الحقيقة. هذا صليب معه رمز للماسونية، يعني تحالف من الصليب مع الماسونية، وتحالف مع اليهود مع الماسونية، بحيث صار اليهود والنصارى يشكلون منظومة واحدة، وهي منظومة الماسونية التي يريد يحكم بها العالم. وللأسف الشديد لاحظوا معي حتى هذه الرموز، هذا رمز هكذا، لكن إذا ما وضعناه هكذا يتضح الرمز جليا، فالله المستعان. وحتى في الخواتم، يعني هذا الخاتم عليه جمجمة، والجمجمة ترمز لرمزهم العظيم الأكبر ولشيطانهم العظيم. وهذه الجمجمة الآن ترونها رأي عين، لاحظوا معي، هذه الجمجمة يحتفظ بها كبار السحرة ويحتفظ بها كبار عباد الشيطان من الماسونيين كذلك. هذه هي حقيقة، هذه يصنعونها
ويجسدونها تعظيما لربهم وإلههم ألا هو الشيطان. وهنا يتضح لكم جليا كذلك هذا الرمز الذي هو رمز للماسونية ولعبدة الشيطان. وهذه كلها للأسف الشديد شبابنا يضعونها حول أعناقهم ويشترونها بالأموال وهذه كذلك، ولكن هذه تكون عند الأفارقة كالسنغال وغيرهم. وهذه الرموز للأسف الشديد هذه الرموز يكون عليها أسحار، بحيث ترى أن هذا الشاب يضع هذه الرموز، ولكن وكلوا بهذه الرموز جن ماسوني مثلا، هو يشعر بقوة بهذا الرمز، فبمجرد أن يعتنق أو يضع على عنقه الشاب هذا الرمز حتى يصير في ركب الماسونيين، أو يفكر بتفكير الغربيين وتفكير اللادينيين من حيث لا يدري. ولكن إذا ما اجتهد في الرقية الشرعية اتضح أن معه جني من هذا الضرب ومن هذا الصنف. فنسأل الله تعالى يحفظ الشباب المسلمين وعلى الناس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. طيب، هذا الرمز الأول بسم الله، وهذا الرمز الثاني بسم الله، هذا الرمز الثاني بسم الله. الآن أسحارهم تبطل. وهذا الرمز الثالث، لاحظوا معي الثالث، وهذا الرمز الرابع، وهذا الرمز الخامس، لاحظوا، وهذا الرمز السادس، لاحظوا معي، وهذا الرمز السابع، وهذا هو الخاتم ثامن، وهذا الرمز الأكبر وهو الجمجمة التاسع. إذا أسحارهم بإذن الله تعالى تبطل بإذن الله عز وجل، لكن ما وصلنا إليه يبطل. فكيف يبطل ما في الأسواق وما يباع ويشترى على مرأى ومسمع من الناس في جميع المحلات الكبرى التجارية وغيرها، بل حتى على أرصفة الطرقات تباع هذه ويأتوا بها الأفارقة وغيرهم يبيعونها، لكن الناس لا يعرفون حقيقة هذا الشيء. إنها أسحار تباع على شكل رموز، بل إنها تسوق لفكر خطير جدا شيطاني إبليسي لعبدة الشيطان، يسوق على مرأى ومسمع الناس، لكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس في غفلة إلا من رحم الله عز وجل. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته، وأن يجعلنا جندا من جنده، إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.